السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحة وهنا وسعادة وراحة بال. عاملين ايه؟ كويسين وعيالكم تمام وصحتكم وكل حاجة حلوة. صباح الفل عليكم، صباح القشطة، صباح الأناناس. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله، وفيديو حلو 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 حلو. وكنت عايزة نقولكم على حاجة، نعلق على حاجة بسيطة. المشاهدات هتبدأ تزيد، فين اللايكات؟ والناس اللي مش مشتركة يا جماعة اشتركوا وفعلوا الجرس، اشتركوا وفعلوا الجرس، ساعات هننزل حاجات جميلة وحلوة بإذن الله. طيب، المرة اللي فاتت النهاردة هنذبح 5 فروجات، عايزة نخفف من العتقيات، قلت ايه؟ هنذبح ال5 دول. مش عايبيني يعني، بصوا مش عايبيني مش عايبيضوا. وقلت قبل ما يقرمطوا معاكي وقبل ما يكبروا ويعجزوا، لا، انا كده مربية، واللي متابعة معايا في الفيديوهات عارفة هنربي كبير، وقبل ما اذبح الصغير هيكون ايه عاملة ده. خليكي ست شاطرة، ست عارفة هتعمل ايه، تجيبي دية في دية، عارفة وفاهمة. طيب انت ليه هتذبحيهم؟ بصوا يا جماعة، صلوا على النبي. انا ان شاء الله باذن الله قلت ايه، قلت دول قطعة معايا بيض ريحوا، رحت شفتهم لقيتهم ايه موسعين ضيقين، بس موسعين شبر واحد. احنا قلنا 4 اشبار، 4 اشبار. بدل ما تقعدي توكلي وتشربي، تروحي مثلا حتذبحها مثلا مضيقات 10، تروحي تكون جايبة 20 وحدة. تمام؟ يعني بصي ما تخلوش يريح، هتذبحها وتاكلوا بيض ولحم لحد ما دول يخلصوا بيض ويقطع بيض، تروحوا التانيات تلاقيهم كبروا وقربوا يبيضوا. الذبح من العتق ده آخره عندي سنة، ومو في وحدة سنة و5 شهور، بس أنا هنذبح على سنة. يعني حط عندي حطة، والطير يريح بعد 5 شهور يريح. لا على طول مش هنستناه، لا ما ينفعش نستناه. أنا عايزة ناكل لحم فروج، تمام؟ روح ندبح منها الواسع الموسع نسيبها، اللي مضيقة دي اللي نذبح. طيب في وحدة بتعلق بتقول حرام، ليه هتذبحها بالرجل؟ يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي. ساعات الإنسان احنا ما نحكمش. أنا مثلا مش معايا حد يمسك معاي، نعمل ايه؟ ننادي على جارتي كل شوية نقولها الحقيني، نقولها الحقيني أنا عايزة مثلا عايزة نذبح، أو يعني مع احترامي ليكم نقولها أو نوريها يعني. لا، أنا نذبح يا حبيبتي في بيتي، ومن غير ما حد يعرف ولا تسمع حد ولا حد يعرف انت هتعملي ايه. هي كده الدنيا، بأي حاجة. المهم انت يعني المهم انا نخلص حاجتي ونبقى تمام، وحاجة بيتي وحاجة يعني يجي جوزك أبوك وأمك أي حد عايشة معاهم وخلصة. نفترض قالتلك أنا مش فاضية أو أنا مش معايا حاجة نعملها، لا يا حبيبتي، كل حاجة تعمليها وتلاقيها جاهزة ومعمولة وتمام التمام. دي طريقتي. بس فأنا مش عايزة نوري حتة توري مثلا تعملي، لا، الحاجة تعمليها. والجيش قالك اتصرف، الجيش قالك اتصرف، تمام؟ ونتصرف زي ما شايفين. الله الله بسم الله حلال الله أكبر، وعلى طول يا حبيبتي، يعني من غير يا فلانة ولا يا عتاكانة ولا يا عبعال حتى. والله المستعان، وربنا يعيننا ويعينك ويقدرنا. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك. يا حبايبي، بسم الله حلال الله أكبر، بسم الله حلال الله أكبر. موضوعنا سهل وبسيط. وتجيبي لك انت لو في البيت مثلا وحده، مثلا تقول لي انا في البيت معيش سطح، نعمل ايه؟ تجيبي جردل يا حبيبتي وتذبحيه عادي، وتحطي في الجردل وتحلل الحاجه، بدل ما تفضفط معاك تدعك الشقه معاك وتدعك الانتريه والبيت وكده يعني. تمام؟
موضوعنا سهل وبسيط، وإن شاء الله بيتك عامر وكل حياتك عامرة بإذن الله. ربنا يوسع عليكي وعلى الأمة الإسلامية يا رب، اللهم آمين. طبعا أنا خلصت، قلت نحمل مية عشان نسقطهم في أناطيري، عارفاها مربيها في البيت نظيف، هندي كركم وندي حاجات حلوة. هنعمل عايزة بشوية مية نعصد بيها الفروجات، القصيدة حلوة 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 حلوة، يعني عارفة تخلي ياكلها تاكليه سخن، تخلي الفروجة يعني غليظة وتبيض وبسم الله ما شاء الله، الله المستعان، ربنا يعيننا، اللهم آمين يا رب. وهنسقط ونعمل دي في دي، أمورنا سهلة وبسيطة حبيبتي، أمورنا سهلة وبسيطة. ربنا يوسع عليكي، يوسع الأمة كلها يا رب، وكده يا رب احنا نكون استفدنا. وقلت معايا لحد هنا، وما تنسنيش يا حبيبتي في اللايكات يا جماعة. لو انت جديدة عندي جاي داخلة بيتي منوراني ومشرفاني وعلى فوق راسي من فوق، البيت بيتك يا غالية. يا رب ان الفيديو بتاعي ومحتواي وبيت المتواضع بيت الجميل يكون عاجبك، وانتظريني يا غالي في فيديو احسن من كده ان شاء الله باذن الله، الله المستعان، وان شاء الله باذن الله يكون عاجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.